أقوى بركة قديمة بيحصل فيها حادثة موت أب، لكن بعد سنين بتتكرر حادثة أبشع لمجموعة طلبة لسه متخرجين. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الآخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. حفلة تخرج لمدرسة ثانوي بتتعمل في أقوى برك، وبيوصل جوش مغني الفرقة الموسيقية بتاعتهم وبيجهز الطلبة وبيبتدوا اللعب، وبيجهز جوش هو كمان وفرقته معدات العزف. وبيوصل كون اللي كان افتتح الملاهي دي سنة 1984، يعني عدت عليه حوادث كتير جدا. وبتوصل كيم صاحبة جوش القديمة علشان تطمن عليه وتشوفه عامل ايه دلوقتي، ويبان ان هي لسه معجبة بيه، وبتعرفه ان هي شغالة دلوقتي في الاكوا بارك. وبيوصل توم حبيبها وبياخدها منه وبيمشوا، بيكونوا شغالين على الاكوا بارك عشان الاحتفال. وبيحصل حادثة بين اتنين شباب شاربين بينزلوا بالازازة بتاعت الويسكي في الملاهي، وبيتصابوا هما الاتنين. وبتيجي الاسعاف تشيلهم، وبيؤمر بول كون انه يخلص تنظيف الازاز بسرعة من حمام السباحة علشان باقي الطلبة يلعبوا ويكملوا يومهم. لكن كون بيعرفوا ان هو هياخد وقت كتير، ويكون بول مش مهم بالنسبة له انه حد يتعور، المهم ان اليوم يعدي وكله يدفع الفلوس. وما بيهتمش بجشع كون وبيسيب حمام السباحة ويمشي. وفرقة جوش تاخد توم بعيد عن كيم علشان جوش يقرب منها. بتكون بارسيلا مساعدة مايكل ابو جوش، بتكون قرفانة منه ومن اسلوب حياته لانه همجي، بس بيبان ان هي بتمثل عليه لغرض معين. ويبوس جوش كيم، واحد من الطلبة بيصورهم وبيبعت صورهم للحفلة كلها، وبيكون توم بينهم. بيروح بعدها يتخانق مع جوش اللي اتحرش بالحته بتاعته. وبيوصل مايكل وبيطرد توم ده بعد ما بقى ملك الاكوا بارك لانه اشتراها من بول. لكن جوش بيعرفه انه مش محتاج نفوذه علشان يسوي خلافاته. وفي الوقت ده حد بيجهز الافخاخ في الاكوا بارك كلها علشان يخلص على الطلبه، وبيروح بعدها يخلص على مايكل. ونروح لبول اللي بيعرف الطلبه ان في مسابقه، وهي ان الفرقه اللي هتنزل الاول لحمام السباحه هي اللي هتكسب. بيقسموا نفسهم لفرق، ولما بيرجع توم ليهم بيصمموا ان هم يطردوه علشان ما يعملش مشاكل. وبيعرفهم توم قبل ما يمشي ان في كسر موجود في المواسير بتاعت الاكوا بارك، بيحاول يحذرهم لان كده ممكن حد يتعور، لكن محدش بيسمع له. وبيعرفهم بول ان الجايزه $500 للفريق الكسبان. وبيرجع تاني توم يشرح لبارسيلا اللي ما بتهتمش بيه، بيعرفها ان في واحده من الاكوا بارك هي اللي فيها التخريب ولازم يوقفوها بس، لكنها برضه ما بتصدقوش. وبتبتدي المسابقه، وبينزل اول فريق اللي هو كيم وجوني وجوش. لكن فريق البنات اللي في الاكوا بارك التانية بيدخل على الشفرات على طول وبيتقطعوا وبينزل الدم وباقي الجثث قدام الموجودين كلهم. وبيتصدم كون وبيقع منه جهاز اللاسلكي اللي بيؤمر بيه بارسيلا توقف ركوب الاكوا. وبسبب كده بتنزل اعداد كبيرة من الطلبة في الاكوا بارك اللي فيها الفخ، وبيموت طلبة كتير جدا. وبيموت توم وهو بيحاول ينقذهم. لكن بعد شهور بيكون جوش وكيم وبارسيلا مع المحامي وورثوا كل حاجة من مايكل أبوه اللي مات، ما عدا مبلغ مادي بيكون كتبه لبارسيلا. وبنكتشف إن بارسيلا هي اللي عملت كل ده لأن أبوها كان في الأكوا بارك من سنين، وبيتخبط دماغه فيها وهو نازل وبيغرق في حمام السباحة. وبسبب إن الكل كان مشغول عنده ومحدش شافه بيغرق وبيموت ومحدش بينقذه. وبعدها بتقرر الانتقام، وبتفضل تخطط للقصة دي من وهي صغيرة. بتكون قتلت بول كمان، وبتكون هي كمان اللي قتلت مايكل. وبيخلص الفيلم لبارسيلا لوحدها مع $20 مليون من فلوس مايكل. لحد هنا يكون خلص فيلمنا، ومتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الاخر علشان يوصلكم كل جديد.